الثانية والفرصة تأتي. الله، جول هالاند. وهالاند يقول انتهى وقت المونديال، فحان وقت هالاند بأهداف هالاند، بظهور هالاند، بخطف الأضواء من جانب هالاند. لكن كنت تتحدث عن كيفن دي بروين، وكنت تتحدث عن تمريرات الحاسمة. وصلت الكرة بهذه الصورة، هنا نقلت وبعد ذلك مررت، وصلت إلى كيفن دي بروين. إرسال الكرة العرضية مثالية جميلة. يمرر رياض وكرة خطيرة. الله، هو الأسلوب الذي تحدثت عنه. نعم، العرضية التي تأتي من كيفن دي بروين، يلعب الكرة العالية للاعب الأطول للمتر في اللقطة الماضية. هذه خلاص، هنا هالاند. الله، ثاني. لا 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 لا، وايد 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 وايد. لا 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 يا خوسيسا، هي ناقصة، هي مش ناقصة يا خوسيسا. كيف وقعت في المحظور؟ إلى هالاند كل التحية. يفتح عداد هالاند أول أهدافه في دوري حتى يغلق على القوة الضاربة لمانشستر سيتي اللي تبقى دائما في الرواقين، سواء في حضور مازيلو على الجهة اليمنى، كانسيلو وصل عليه فودين دي بروين، خطيرة دي بروين، برناردو سيلفا، جاك جريليتش في الفودين، ألفاريز أو رياض محرز. كرة لكانسيلو، جول دي بروين والغول وجول. برمات لاقة ممكن جول. الثاني جول 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 جول. يبدو أنها ليلة هالاند، يبدو أنها ليلة هالاند. هل يعيد ليالي الأبطال؟ هل يعيد ذكريات ليالي الأبطال؟ إن ليلة هالاند. كرة طويلة، خارجة خطيرة، هل يكون الرابع؟ فودين، أرليجو، جول. الرقم يا ابو شعير الصفراء، يا ابو الشعر الاصفر، الرابع. 4-1. كبار بكل تأكيد، ووضع لنفسه حجر أساس قوي جدا. هذه كرة ملعوبة لكنها تتحول، لكنها تعود للسيتي. جريليتش عرضية أمام المرمى، أجمل توقيت تحضر. الضغط كبير باتجاه مرمى الحارس ألكسندر مير، عرضية لن نحتفل لكننا سنهلل لهذا الهدف في غاية الروعة والإبداع من وحي الخيال، من وحي الخيال. إيرلينغ هالاند.